ما بياخدش الدنيا زي ما هي كده وخلاص. اختبار نفسي بالصورة بيكشف ازاي بتعبر عن الحب. قولي أول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي ايه، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. الحب تجربة جميلة وشخصية عميقة فريدة من نوعها لكل شخص. هي حاجة مهمة جدا في الحياة. الناس وقتها بيشاركوا مشاعرهم بصراحة، وفي غيرهم بيقولوا حبهم بنظرة خجولة أو لمسة لطيفة، وفي ناس تانية الحب بيقولوه بهزار، وفي غيرهم بيعبروا عنهم بهدايا مدروسة أو الكلام الرومانسي. عمرك سألت نفسك إزاي بتعبر عن الحب أنت أو شريكك؟ لو كنت مهتم بالإجابة فالفيديو ده ليك. أهلا بيكم في مايلاند. النهاردة هنعمل اختبار بسيط عن الحب. بص للصورة كويس جدا وقولي أول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي إيه، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات التحليل طلع صح ولا غلط. وهيكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام حول كيفية إظهار الحب وتجربته. الصورة اللي هتشوفها دي هتكشف عن إزاي بتعبر عن الحب والتواصل مع الآخرين. كل صورة مخفية ليها طريقة مختلفة لإظهار المودة، بس من الحاجة اللي هتشوفها أول حاجة لفتت نظرك ده أنت كمان ممكن تعرف طريقة شريكك في التعبير عن الحب. جاهز؟ يلا بينا نبتدي. لو شفت أول حاجة شكل وجه الرجل العجوز، منهجك في الحب والحياة بيحدده منظور واسع. انت بتفهم وبتقدر قوي الحب الحقيقي وانه دايما عاوز وقت ومجهود. انت مستعد تستثمر في العلاقات وبتقدر الشركاء الملتزمين بالعمل والنمو والازدهار. لما بتعبر عن الحب بيكون مدروس جدا وبتهتم بالروابط العميقة والهادفة. لو شفت اول حاجة قوس حجري على النهر، تبقى حالم وعندك شغف قوي جدا بالمغامرة. الحالم شخص بيحب يفهم نفسه واللي حواليه، دايما بيسأل ليه ويحب قوي يفتش عن التفاصيل اللي الناس ما شافتهاش. ما بياخدش الدنيا زي ما هي كده وخلاص، بيحب يعيشها ويدور ويكتشف ويطلع بره المألوف. الهدوء بيعجبه بس المغامرة دايما بتناديه. عنده شغف قوي جدا بان هو دايما يجرب حاجات جديدة، مكان أول مرة مثلا يسمع عنه، فكرة أول مرة يسمعها، أو حتى مشاعر أول مرة يعيشها. ممكن يكون متناقض بس الأكيد إن هو شكله هادي بس جواه نار من جوه، غامض شوية بس واضح، مش سهل حد يفهمه. فأنت بتدور على شريك يشاركك الحب والاستكشاف، وأكيد طبعا المغامرة والتجارب الجديدة. عاوز تجرب روح المغامرة مع الشخص اللي بتحبه وتعزز الرحلة بالذكريات الحلوة. لما الموضوع يكون مربوط بالحب فأنت بتبقى متحمس وعفوي ومتشوق تعمل لحظات ما تتنساش أبدا. لو شفت الراجل اللي راكب الحصان أول حاجة، ده معناه انك انت ممكن تكون بطيء في الاستقرار في الحب حتى لو قدامك على طول الشريك المثالي. الموضوع محتاج معاك وقت طويل جدا علشان خاطر قلبك بس يدق. انت من النوع اللي مش بيدخل في الحب بسهولة، وده مش معناه انك انت شخص بارد ولا انك مش حساس. بالعكس ده انت قلبك حساس جدا وبيفكر 1000 مرة قبل ما بيسلم مشاعره لحد تاني. الشخص البطيء في الاستقرار العاطفي غالبا بيكون مر بتجارب قبل كده علمته ان الثقة مش سهل ابدا انك انت تقدمها لاي حد. عنده عقل ما بيطفيش، شغال على طول، بيسأل نفسه دايما هي دي العلاقة الآمنة ليا؟ طب هو الشخص ده هيعرف يفهمني؟ طب هو لما أضعف قدامه هيحضني ولا هيستخدم الضعف ده ضدي؟ هو مش بيتلكك لك، هو بس محتاج الوقت، وقت يبني فيه اليقين، مش يكون اندفاع وخلاص. هو مش بيلعب بيك، هو بيحاول ان هو يلاقي طريقة يحاول فيها يحبك بنضج فيها امان، مش بس كده شغف اللحظة. ولو حب بيحب بصدق وبيدي من أعماق روحه. فأنت بتتعامل مع الحب بحذر شديد ومحتاج إنك أنت تكون متأكد جدا ومرتاح قبل ما تعبر عن الحب، وتكون دايما متحمس تعمل لحظات ما تتنساش. بتحب تبين الحب بالأفعال وبتبني الثقة تدريجيا في العلاقة علشان خاطر تنمو ببطء. لو شفت فتاة موجودة على ضفة النهر، ده بيدل إن خيبة الأمل الرومانسية اللي فاتت لسه بتأثر عليك في الوقت دلوقتي اللي هتكون فيه منفتح على حب جديد، وتخاف بقى وقتها من آثار الماضي. انت شخص فتح قلبه مرة وللأسف حب بصدق وتوجع قوي. ما بقتش القصص الرومانسية بتلمع جوه عينك زي زمان، لأن في الماضي كان في وعد وما كملش، ضحيت واستنيت وبرضه اتكسرت. اللي حصل عندك في الماضي ده
ساب حذر مش برود. انت ساكت بس جواك دوشة جدا واسئلة كتير، بتقول انا ليه اتخذلت؟ هو انا فيا حاجة ناقصة ولا اللي قدامي ده هو اللي معرفش قيمتي؟ دلوقتي بقى بتحب بحذر، بتقرب خطوة وترجع 10، مش لأن الحب مش حلو أكيد، بس الوجع اللي عمله في قلبك يستاهل إنك أنت تعمل ده. أنت مش لسه مكسور، أنت بس بتتعلم. خيبة الأمل بتاعة الماضي ما قتلتش قلبك، هي خلته أعمق وبيفتش عن حب ما يشبهش أبدا اللي حصل في الماضي. حب ما يوجعش، ما يتخلاش، حب يبني ويطبطب. بس برضه بيفضل عندك شكوك انك انت ازاي تكمل في المستقبل بسبب الماضي، وده بيخلي الايمان بالحب الدايم صعب عليك شويه. لما بتيجي تعبر عن المودة بتعبر عنها بتحفظ وحذر، وبتظهر الحب بتعبيرات مدروسة ومطمئنة. بتحب تاخد وقتك لضمان الاستقرار والثقة ببطء. وكده خلص الاختبار. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.